عليكم المشاهدين. اليوم غنعمل واحد الطبق اللي كيجي روعه في المذاق. وهذا العيد نقصوا من اللحم ماشي صحي، ومن الافضل نعملوا اطعمه اخرى. وما كاينه ما احسن بالباذنجان اللي هو اقتصادي ورخيص وكيجي ألذ ما يكون وفرجه ممتعه. عندي هنا 4 الحبات ديال الباذنجان على هذا الشكل هذا. كنزولهم الشوائب بهذا الشكل هذا، كنقيهم مزيان. الطربوج ديالو اللي كنسميوه بالطربوج كنقيه مزيان بهذا الشكل. والدنجاله كنفتحها على هذا الشكل هذا. كنفتحوها على 8. كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي بحال الوريضه. كاملين بهم غنعملوا على هذا الشكل. هنا كنعمل البرمه على النار والكسكاس. كنجيب الدنجال كنعملوا على هذا الشكل وغنخليه يتبخر 20 دقيقه. وندوزو نكملوا على الطريق. غطيوه وخليوه يتبخر. هنا كنعمل 2 حبات ديال الطماطم كنطحنهم في مقلاة. كنزيد عليهم 3 الفصوص ديال الثوم اللي كنحكوهم مزيان. هنا كنضيف ملعقه ديال المعدنوس، كنضيف ملعقه ديال الزيت النباتيه، كنضيف قليل من الكمون، كنضيف قليل من الصبر مطحون، فهو كيجي هائل في الاكلات وكيعطي واحد المذاق وواحد الرائحه اللي كتكون زكيه. هنا كنعمل قليل من البابريكا على هذا الشكل، وكنحرك كل واحد دقيقه. في هذا الاثناء كيكون الباذنجان ديالنا تبخر وجد. كنحي عليه الغطاء ونخليه يبرد 1 دقيقه. كنخلي المقادير تتجانس مع بعض، ثوم المعدنوس والعطريه بهذا الشكل. نضيفو رشه ديال الملح. بعد ما تجانسوا مع جميع المكونات، بسم الله كنديرو الباذنجان على هذا الشكل. هاد الصوص كتعملوه على هذا الشكل هذا، فهو كيجي خطير في الشكل في المذاق، رائع يجي شكلا ومذاقا. الباذنجان ديالنا وجد، كنعملوه في طبق تقديم ونقدموه. الطبق ديال الباذنجان وجد كيجي اكثر من رائع واقتصادي وسهل وكيجي بنين هذا العيد. والانسان ينقص من اللحم يعني ماشي صحي، من الاحسن الباذنجان كيجي ألذ ما يكون. الى فيديو قادم ان شاء الله.